في ملعب الاسيوطي لافيينا، وهزيمه يعني بتزود الطينه بله كما يحدث هناك في السكه الحديد مودرن. الامور في لافيينا ليست على ما يرام، يعني يبدو ان هذا الموسم صعب على السكه الحديد مودرن وعلى لافيينا. لافيينا خسر في الدقائق الاخيره 2-1 في ظل غيابات مؤثره جدا من لوي. يعني ظن الكل ان الكابتن حسين شكري سيستغله، فعلا لعب شوط اول رائع، ولكن في النهايه عمرو انور مدرب كبير زي ما قلت بيعرف يجيب الثلاث نقط ازاي. استاذ سامح الفيومي محللنا وصديقنا العزيز ومحلل برنامجنا كان متواجد هناك، ورئيس المركز الاعلامي للافيينا. سامح، السلام عليكم. عليكم السلام يا كابتن عبد الناصر، تحياتي ليك ولكل متابعيك في كل مكان. يعني صف لي ما حدث 2-1 فجأة بعد أن كانت المباراة في المتناول قلبت. بالفعل يمكن الشوط الاول كان سجال ما بين الفريقين، وكانت قدم نادي وي ونجح نادي لافيينا في ادراك هدف التعادل، وكانت المباراه يعني من المباريات القويه. الفريقين كان ند قوي زي ما انت تفضلت كده، ان كان في بعض الغيابات في الفريقين، سواء في نادي وي اللي كان بالفعل غايب عنه لعيبه النهارده 4 من العناصر الاساسيه، وفي المقابل كان في 3 عناصر اساسيه غايبين من نادي لافيينا. في المجمل المديرين الفنيين اداروا المباراه ويستحقوا الاشاده بصراحه. المديرين الفنيين اداروا المباراه تحت يعني من داخل الملعب بصوره جيده جدا، وكان المباراه سجال من بدايتها وحتى الدقائق الاخيره منها. يمكن ما فيش فريق تفوق على الاخر، وده كان كلام حتى او تصريحات الجهاز الفني لينا لنادي وي كابتن عمرو انور، وقال ان المباراه من المباريات القويه. انا كان عندي غيابات ولكن لافيينا حتى الدقائق الاخيره كان ند قوي وكان قريب من ادراك هدف التعادل. المباراه طبعا خرجت بفوز هام لنادي وي، واللي يعني خلاص يقدر يتربع على المركز الثاني في ظل تعادل المقاولين. العمليه بتقرب، انما نادي لافيينا طبعا يبقى الحال كما هو عليه للاسف في المركز ال 16. حاول كابتن حسين شكري تدارك الامر خاصه في الشوط الثاني ببعض التغييرات، ولكن لم يسعفه الوقت، وان كان هناك يمكن في لغط تحكيمي في اكثر من لاعب هيكونوا موجودين مع حضرتك في البرنامج النهارده. حاله غضب طبعا وحزن عندك في لافيينا. الناس كلها طبعا زعلانه، خاصه ان المباراه كانت في المتناول، وزي ما قلت لحضرتك هتتابع يمكن الحالات التحكيميه وهتشوف الدنيا. يعني انت كسبان الماتش اللي فات بالنسبه لافيينا، كسبان المباراه الماضيه خارج الارض على نادي سبورتنج، ورجع بدفعه معنويه قويه، واللعيبه كانوا على مستوى وقدر كافي جدا، وكانوا مميزين ووصلوا المرمى باكثر من كره، اهدروا اكثر من كره. يمكن التسرع، يمكن محاوله ان ادراك التعادل ده كان سبب في ان فرص كتير بتضيع. في المقابل لازم نشيد بنادي وي والتنظيم الدفاعي وتنظيم خط الوسط والاعتماد على الهجمات المرتده، خاصه في الشوط الثاني واللي نجح فيها كابتن عمرو انور بالفعل ان هو يخرج ب3 نقاط هامه من ملعب لافيينا، قربته جدا من صداره الدوري. الفريقين النهارده كانوا كابتن عبد الناصر على مستوى وقدر من المسؤوليه، والاجهزه الفنيه للفريقين اداروا المباراه بشكل جيد. ويمكن هو زي ما قلت لحضرتك كان في بعض الاخطاء التحكيميه قد تكون مؤثره، طبعا احنا مالناش راي، هنسمع طبعا اراء خبرائنا في التحكيم، ممكن تكون هي كانت اثرت في نتيجه المباراه، واللي كان يستحق على الاقل الفريقين الخروج بنقطه واحده. ولكن طبعا بنبارك لنادي وي على الفوز، وبنقول هارد لك نادي لافيينا عنده مواجهه صعبه الاسبوع القادم امام بطوله اسيوط المنتشي في اسيوط، ونتمنى طبعا التوفيق لجميع الانديه. نلتقي على خير. يعني زي ما انتم شايفين يا جماعه، حالات الحزن والاستياء من كل الفرق اللي اتغلبت، خصوصا الفرق اللي كانت مرشحه ان تكون منافسه على بطاقه من بطاقات التاهل الثلاث.